مونديال قطر ليس مجرد مونديال عادي، وكتيبة أسود الأطلس لم تلهب الميادين بأدائها الرائع فقط وخلقها للمعجزات، بل زعزعت قناعات وتوابت فئات عريضة من المجتمع الغربي، وتابعها الأفارقة والعرب باهتمام ودهشة، خصوصا في مجال العلاقات الاجتماعية والإنسانية والأسرية. لقد سلط الإعلام الضوء على العلاقة التي جمعت منتخب الساجدين، كما يحب البعض تسميتهم به، بأمهاتهم وآبائهم، بدءا من كلام المدرب وليد الركراكي الذي أوصى برضا الوالدين وفعل الخير. بغيت نسلم على الوالده. شوف كلشي مرضات الوالدين والله. شوف تهلاو الوالده ديالكم والوالدين ديالكم وديروا النيه، تهلاو في الناس، ديروا الخير والله ما يخيبكمش. وانتهاء بتلك الصور الرائعة لتسابق الأسود نحو المدرجات لمعانقة أمهاتهم وتقبيل رؤوسهن والتقاط الصور معهن، صور أبطالها لبؤات مغربيات رفقة أشبالهن الأسود: حكيمي، زياش، بوفال، الركراكي، بونو، حمد الله، نصيري، الصبر وغيرهم. لقد حضرت الأم المغربية بقوة بهذا العرس الكروي، الأم التي كانت وبلا شك السبب في تكوين وصعود نجوم هؤلاء الأسود، واستمرت في تأدية دورها معهم مرافقة وداعية لهم على الدوام. لقد حن الغرب لمثل هذه اللحظات، الغرب الذي يعاني من التفكك الأسري وعقوق الوالدين وتغييب مؤسسة الزواج وغيرها، وتحدث عنها إعلامها باهتمام بالغ نسف كل توجهاتهم وأفكارهم. تلك مفاتيح نجاح الأسود: رضا الوالدين، وحب الخير، والنية في الخالق، ونكران الذات، والرضا بما قسمه الله. لقد ارتفعت راية الأم عالية خفاقة بمونديال قطر، وارتفع معها عالم المغرب الذي أضحى علم كل الأفارقة والعرب والمسلمين.